بخت أمي سلفته لي، كان شوية زودته لي. قابلتني ست جميلة جدًا، جدًا، حكِت لي قصتها وقصة والدتها كمان، قصة الاتنين القصتين أمَرّ من بعض، تحس إن هُم فعلًا المثل المصري الجميل، بخت أمي سلفته لي، كان شوية زودته لي. بس نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأول، واعذروني على صوتي، شوية برد كده بس، معاكم شُغلة وحكاية، إن شاء الله حكايات من الواقع، حكايات من الحقيقة، نحكي مع بعض حكايات وناخد رأي بعض. ويا ترى اللي الناس دي عملته صح والّا غلط؟ بخت أمي سلفته لي، كان شوية زودته لي. قابلتني ست جميلة وقالت لي، قُلت لها: "طيب ابدئي لي بقى بقصة والدتِك الأول." قالت لي: أمي ست جميلة جدًا، كانت عايشة في القاهرة، كانت عايشة في مكان يعني في مكان جميل، بنت ناس أوي، 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 جميلة جدًا، وبنت ناس أوي، أوي كمان. طبعًا كانت صغيّرة في السِن، وكان في واحد جاي عند ولاد عمّه في مصر برضه أو في القاهرة في نفس المكان يعني، لمّا شافها أُعجب بيها جدًا، بس الكارثة كانت هنا إن الراجل كان متزوّج 4 ستات وما فيش حد بيقعد معاه، كان يتجوّز ويطلّق، يتجوّز ويطلّق، يتجوّز ويطلّق. طبعًا باباها كان شيف يعني أو طبّاخ كبير في مطعم كبير أو في شركة كبيرة، أنا مش فاكرة بالضبط، بس طبعًا الأب رفض رفض تام، البنت جميلة وصغيّرة لسه وبنت ناس أوي، أوي ومُرفّهة جدًا، جدًا. ليه يعني تاخد واحد متجوّز 4 كذا واحدة، الله أعلم العيب فين، الأب رفض رفض تام، كمان إن بنته تروح مكان بعيد جدًا عن اللي هو قاعد فيه، لكن البنت للأسف الشديد علشان حظّها ونصيبها وكمان أنتم فاهمين بقى البنات ودماغهم اليومين دول، قالت له: "لأ يا بابا أنا هاتجوّزه وهاستحمل معاه وهاعيش." قالوا له: "خلاص طالما البنت حاباك ورايداك خلاص تمام." وأنا خلاص يا جماعة والعيب كان في زوجاتي اللي قبل كده والحكاية والرواية، قالوا له: "خلاص أمين." قال لهم: "خلاص أنا هاقعد بيها هنا عندكم جنبكم، هناخد شقة ونقعد جنبكم ولكن أنا مش هاخدها بعيدة عنكم." تقريبًا كان بيثبّتهم لمّا طبعًا أخد البنت وقعد بيها حوالي سَنة، سَنة ونُص كده جنب والدتها ووالدها، وبعد كده أقنعها إن إحنا لازم نروح جنب أرضنا وجنب حالنا وجنب مالنا اللي هناك، وإحنا لينا ورث وحاجات كده وأنا ما ينفعش أسيب. المهم طبعًا هو في الفترة دي كان شاطر جدًا إن هو حبِّبها فيه جدًا بأسلوبه طبعًا وطريقته، زي ما تقول كده إيه، تثبيت كده برضه لحد ما يستدرجها لحد يعني إيه، اتمسكن لحد ما اتمكن. وبعد كده حبايب قلبي خدها فعلًا، وطبعًا برضاها بقى خدها برضاها وهي اللي طلبت منه يالّا نروح علشان خاطر أرضنا وحالنا ومالنا. للأسف الشديد راح بلد فلاحين كده في مكان بعيد طبعًا، لقى طبعًا إخواته هو ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، قعد عند إخواته كام يوم بمراته الجديدة طبعًا مرحّبين بيه، منوّرين يا دي النور، أهلًا وسهلًا، الكلام ده كلّه، تعالي أمّا أورّيكِ أرضنا، لمّا طبعًا بدأوا يحسّوا إن الست دي هتعيش معاه والست دي هتبدأ تخلّف منّه، إخواته طبعًا من الطمع والجشع قالوا له: "تعالَ يا فلان الفلاني إحنا عايزين نجيب أسمنت عايزين نجيب كيماوي للأرض وكده تعالَ امضي لنا على الورق ده." ففعلًا هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، طبعًا بعد ما ورّى مراته الأرض واتفسّحوا بقى في الأرض ودي أرضنا وده هنبني هنا وهنعمل كده وده حاجة ولادنا وكان مبسوط جدًا، جدًا، لكن تقريبًا ظلمه برضه هو اللي وقّعه في الكارثة دي. إخواته مضّوه إنه ما لوش أي حاجة وإنه بايع حاجته كلّها من فترة كبيرة من الزمن. طبعًا دي كانت الكارثة الكبيرة، فين أرضي أنت ما لكش أرض، الأوراق أهي ودّيها لأكبر محامي، أنت ماضي لنا وأنت بايع من زمان الزمان، طب بايع لمين، طب بايع إيه، خلاص الموضوع انتهى. طب يروح يمين تروح شمال، هو ماضي وباصم تقريبًا باصم وحاجات كتيرة كده، هم مضبّطين الورق عند محامي ومخلّصين الدنيا بتاعتهم تمام، 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 مش مخلّيين وراهم أي غلطة. أصبح الراجل دلوقتي كده لا عنده أرض ولا عنده بيت ولا عنده أي مكان، خدها وراح في مكان بلد جنب البلد، وأجّروا شقة وقعدوا فيها. المشكلة الكبيرة ظهرت هنا بقى دلوقتي لمّا لقته خلاص أي جنيه بييجي ما فيش حاجة مكفّية، ما فيش حاجة أصلًا مش راضي يصرف على البيت ولا على الولاد. وبدأ يظهر على حقيقته بعد سنة ونُص كده من الوقت، طبعًا إخواته كلوا أرضه وكلوا ورثه وحاجاته، لكن هو كان بخيل جدًا، جدًا، جدًا. كل شغله طبعًا ياخده يحوّشه، لو هاشتغل بجنيه، الجنيه ما بيتصرفش،
طب أصرف على ولادي منين؟ طبعًا اتجوّزت، بعد ما اتجوّزت بفترة بدأت تخلّف 1، 2، 3 خلّفت 7 أو 8 تقريبًا، طبعًا رقم كبير جدًا. بدأت تشتغل بقى في البيوت، بدأت كمان طبعًا بعد الترفيه بقى وولاد الناس والكلام ده وقاعدة في القاهرة ومرفّهة وجميلة وبنوتة وحكاية ورواية، بدأت تشتغل بقى تبيع خضار، تشتغل عند الناس، القصة والحكاية والرواية قلبت جامد جدًا. يا ريت وهو كفّاه كده، لأ ما كفّاهوش خالص. الكارثة الكبيرة كمان إن هو كان بيضربها، كان بيعذّبها، يعني كان عايز ياخد فلوسها كمان ويحوّشها، يعني طَب نصرف ناكل منين؟ ما تاكلوش مش مشكلة أنتِ وولادِك. طبعًا تقريبًا 3 صبيان و3 بنات، لكن للأسف طبعًا الصبيان كانوا بيتعلّموا، البنات ما كانوش بيتعلّموا. البنات كانوا بيشتغلوا وفي نفس الوقت شغّالين في البيت وشغّالين فين؟ برضه اللي شغّالة عند دكتور واللي شغّالة كده واللي شغّالة كده وما كانوش بيتعلّموا. طبعًا في يوم من الأيام بدأوا يشتروا حتّة أرض وطوبة على طوبة، كل يوم يبنوا طوبة، طبعًا ما كانش بيجيب من بُخله ومن شدة حرصه على الفلوس ومن شدة حرصه طبعًا هو متجوّز 4 قبل كده، أنتِ 4 قبل كده وأنتِ فين كان دماغِك، فين دماغ أهلِك، النصيب. المهم طبعًا ما فيش حد استحمله، ضرب وإهانة برضه، ضرب وإهانة، شغل، تشتغل، كل حاجة عملتها زي ما تقولوا كده المثل المصري الأصيل بتاعنا اللي بيقول ورا كل رجل امرأة قوية يعني. طبعًا المهم فعلًا بدأت تغضب مرّة، ما تغضبش مرّة، تلاقي ما فيش نتيجة أساسًا من غضوبتها، تشتكي لأهله، تجيب الناس، تجيب الجيران، تجيب أهلها، ما بيصرفش، ما بيعملش. المهم بعد القعدات بقى والليلة دي، يقعد له مثلًا مرّة و2 كده يدّيها مثلًا 5 جنيه، 10 جنيه، حاجات كده ما تكفّيش أساسًا وما شاء الله 7 ولاد وهي يعني 8. بدأوا يبنوا أوضة بأوضة، البنات كانت تشيل الرمل من صغرها على رقبتها وعلى دماغها الرمل والطوب، عمره ما جاب بَنّة إلا للصَّبّة بس والحديد الحديد اللي هو صَب الحديد يعني، صَب الحديد والصَّبّة الأساسية، أكتر من كده هو اللي كان بيبني بناته وولاده اللي كانوا بيشيلوا الطوب، بيشيلوا الرمل، بيشيلوا الزلط، بيحوّلوا كل حاجة على دماغهم طوبة، على طوبة، على طوبة، بنوا البيت. طبعًا يسكت على كده؟ لأ طبعًا، يشتري حتّة أرض تانية ومن ده كلّه من فلوسه هو، فلوسها هي بقى تشتغل عند الجيران وتشتغل هنا وتشتغل هنا وولادها يشتغلوا. المهم طبعًا عاشت أسود أيام حياتها، تروح تغضب شوية، تقعد شوية، المهم. المشكلة الكبيرة كمان هنا بقى إن كان عنده بنت صغيّرة، البنوتة الجميلة دي كانت أصغر بناته، كانت تقريبًا في تالتة إعدادي، وطبعًا جالها بقى إيه، ابن عم أمها من القاهرة لمّا شافها مسك فيها، والمشكلة الكبيرة إن ابن عم أمها ده كمان كان كارثة أكبر، يعني كان كارثة أكبر من أبوها، طبعًا البنت عايشة طبعًا في تقشُّف، مبهدلينها، طفلة صغيرة تالتة إعدادي يعني مش متعلمة، البنت دي بالذات بقى اللي علّمها باباها. افتكرت، البنت دي بالذات اللي علّمها باباها، كان بيحبها أوي، كان بيعتمد عليها جدًا، كان معجب بدماغها جدًا، جدًا، كانت أصغر بنت عنده وقال لازم أعلّمها لو حتى هتاخد إعدادية، وأول ما جالها العريس قال لأ أنا مش مجوّزها، خُد لك أي واحدة من التانيين، خُد لك أي واحدة من التانيين، يعني إيه أنت بتبيع ده والّا دي شروة دي والّا ده إيه؟ قال له: "لأ أنا عايز دي." "عايز دي إزاي؟ أنا مش هاجوّز دي." قال له: "لأ إزاي؟ أنا باحب دي، أنا عايز دي." قال له: "كده، كده خلاص أنا كده، كده." "طيب أنا عاوز يا عم الحاج أتجوّزها الحكاية والرواية." قال له: "أنا ما باجهّزش، هي بشنطة هدومها." قال له: "بشنطة هدومها ويا ريت كمان في شنطة هدوم." إزاي، مش إزاي، الحكاية، الرواية، قال له: "هو أنا كده، اللي عايز بنت من بناتي ياخدها بشنطة هدومها." والبنت باقول لها قالت لي كمان ما كانش في شنطة هدوم، إحنا أساسًا كنا عايشين كده آآ طقم ده على فلانة، أمي بتشتغل عند دي، طقم من عند علانة، طقم من عند دي، طقم من دي، يعني عيشة الله يعلم بيها. كانت عيشة صعبة جدًا، جدًا. البنت لمّا جالها عريس طبعًا فرحت إن هي أصلًا هتطلع من التقشُّف اللي باباها طبعًا معيّشهم فيها، وأمها كمان متبهدلة قدّامها والدنيا بايظة. طبعًا في الوقت ده البنت قالت إيه، الولد بقى لعب في دماغها، ده أنا هاعمل لِك قصر في الجنة، ده أنا هاقعّدِك ده أنا هاعمل لِك مَلِكة، ده أنا هاجيب لِك اللي أنتِ اتحرمتِ منه، اللي نِفْسِك فيه قوليه لي، ده أنتِ قلبي، أنتِ روحي، أنتِ حياتي، أنتِ، 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 أنتِ. طبعًا بعد ده كُلّه الراجل كان بيثبّت البنت، خطبها سَنة وفي السَنة دي البنت اشتغلت بإيديها وأسنانها الصبح وبالليل والضهر والعصر علشان خاطر يا حبيبة قلبي تكفّي، تجيب أي حاجة حتى تستر بيها نَفْسها وتدخل، والأب على رأيه وعلى قراره مش هاجهّز وما عنديش جهاز.
طبعًا بعد ما اتخطبت البنت دي، الولد بقى قعد يلعب بدماغها وأنتِ حبيبتي وأنتِ حياتي، اتخطبت، المهم اتجوزت، وبعد ما اتجوزت بفترة ظهر برضه على حقيقته، نفس القصة ونفس الحكاية بتتعاد تاني، ضرب وإهانة وشرب وحاجات وحشة وقصص وروايات وحكايات، لكن هو ما كانش الصراحة بيشغّلها، هو كان مشغّلها بس في البيت، كان بيعذّبها، بتقول أروح السوق الصبح لو اتأخرت دقيقتين 5 دقايق بالساعة أعرف إن أنا هاكل علقة، وأفضل بقى أسكن في المستشفى هناك وأروح وآجي أتضرب وأتبهدل، الجيران يقولوا لي: "يا بنتي أنتِ أصلًا هنا شغالة عنده خدامة، أنتِ أصلًا عاملة زي الكومودينو المحطوط في البيت يعني ما لوش تلاتة لازمة، قاعد بس كده إيه سي السيد في البيت راح وسي السيد جه عاملة له طلباته، هدومه، وبرفاناته، دنيته، فطار مخصوص، مش عارفة إيه." الكلام ده كله. طبعًا البنت كانت بتداري الهَم بكمامها زي ما بيقولوا، للأسف الشديد خلّفت ولد في ولد، وبعدين طبعًا المشاكل كل يوم بتزيد، بدأت تستحمل، 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 تغضب شوية وتقعد شوية وتروح شوية وتيجي شوية، المهم طبعًا الراجل ده كان قاسي جدًا، 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 ظهر على حقيقته بعد تقريبًا كام شهر من الجواز، خلاص الدنيا يعني طلعت من نقرة نزلت في ضحضيرة، سابت أبوها راحت لأمَرّ ويمكن أمَرّ من جوز أمها كمان. كنت باعمل له كل اللي نِفْسه فيه، كنت حاضر نعم طيب من البيت للسوق، للسوق للبيت، ممنوع تكلمي جارتِك دي حاضر، ممنوع تروحي عند فلانة حاضر، ممنوع تلبسي الحاجة دي حاضر، ممنوع تكلمي اخواتي حاضر، ممنوع، 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 كنت باحاول إن أنا بقدر الإمكان إن أنا ألبّي له كل طلباته وكل رغباته، أنا حاضر نعم طيب وبس. كل يوم اللي نِفْسك فيه حاضر، هو ينام وأنا أفضل صاحية طول الليل أكوي في هدومي الداخلية وأكوي الشرابات وأبرفن الأرض، لحد السجادة المصلية اللي كان بيصلي عليها، ساعات يعني كان بيصلي كنت بابرفنها، وكنت عاملة له عمايل لا تُعمل. هل جزاء إن البنت تقعد يعني علشان خاطر إن هي بتحترمك وتعزّك وتحبك وتقدّرك وتشيلك فوق راسها إن أنت تعمل فيها كده؟ ضرب وإهانة وطبعًا ممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع ممنوع تروحي عند أهلِك حاضر، ممنوع تروحي في العيد حاضر، ممنوع تروحي مش عارفة إيه حاضر، إيه الكلام ده كلّه. بتقول لي لدرجة في يوم لبست عباية كانت شكلها شيك أوي عليّا وكنا خارجين أنا وأخواته وأهله، ولمّا لقاني لابسة العباية واتمكيجت والطرحة شكلها حلو ولبست ولدين ولادي لبس حلو أوي، كنت طبعًا على قد ما باقدر كنت باوفّر من مصروف البيت وأجيب لبس لنفسي ولبس لولادي، قام ماسكني ضاربني، قال لي: "إيه العباية اللي أنتِ لابساها؟ طب ما هي واسعة أهي." قال لها: "لأ أنا آسف جدًا." وراح ماسكها ضاربها وماسك العباية بالمقص مقطّعها 50 حتّة. الولاد ولاده كانوا بيحوشوا عنها لسه في الابتدائي صغيرين، قعد يضربهم هم كمان، وطبعًا ممنوع آآ تتكلم، ممنوع تروح، ممنوع تتكلم حتى تشتكي لأي حد، ولو اشتكت لأي حد العذاب بتاعها بيزيد. ليه كل العذاب ده؟ الله أعلم. طبعًا الأب في الوقت ده كان رافض جدًا، أبوها بقى كان رافض جدًا، لكن كان عايز يزُقّها وخلاص، وأهي بنت راحت من اللي موجودين عنده توفّر اللقمة وتوفّر الهدمة وتوفّر أي حاجة هو اللي أمها نفسها كانت بتصرف وتجيبه لها، والبنت كانت بتقول أهي ضِل راجل وضِل حيطة وخلاص وأهي ماشية الأيام، لحد ما جه بقى وقت إن ربنا سبحانه وتعالى النصيب اتقطع. ده كلامها بقى اللي بتقول لي النصيب اتقطع خلاص، وجه قبل ما تتطلّق بحوالي 3، 4 شهور بتقول لي شُفت رؤية من ربنا سبحانه وتعالى إن في واحد واقف في الرؤية كده بيبيع هدوم، والهدوم دي هدوم بناتي جميلة جدًا، وفي نفس الوقت أنا نِفْسي فيها أوي بس ما عنديش بنات، أنا هاقول له قام الراجل قال لي: "لأ، الهدوم دي لازم تاخدي لِك منها حاجة، دي هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنا جاي علشان أدّيكِ حاجة تاخديها لنفسِك، أنا أدّيها لأم فلان والّا لأم عِلّان عندها بنوتة والّا لأم عِلّان؟ قال لا، لأ، لا تدّيها لأم فلان ولا لأم عِلّان، قطعة الفستان ده أو التيّير ده بتاعِك أنتِ، احتفظي بيه وحافظي عليه وخلّي بالِك منّه كويس جدًا. بتقول بعد فترة من الوقت بعد شهرين 3 كده لقيت نفسي حامل، وبعد ما لقيت نفسي حامل، الكارثة الأكبر لقيت نفسي حامل في بنت، أنا ما كنتش مصدّقة نفسي، المشاكل كانت كل يوم بتزيد، طيب الولاد صبيان، أنا لو اتطلّقت الولد خلاص هيترمي في الشارع ولد، طَب البنت هاعمل إيه؟ أروح آجي، المهم بعد ما البنت اتولدت بشهر ونُص أو شهرين ونُص تقريبًا تم الطلاق بالفعل، لإن كان في حاجات بقى خلاص وصلت للحلقوم، خلاص ما عادش في صبر، خلاص تمام، جات بقى تتطلّق تاخد ولادها، قال لها: "أنا آسف، الصبيان دي هتشتغل في يوم من الأيام وتصرف عليَّ؟"
لو أنت عايزة البنت اللي ما لهاش لازمة على دراعِك دي خديها وامشي بيها. والّا أقول لِك طبعًا عشان بقى خلاص هو عايز يكسر رقبتها ويكسر دراعها، أقول لِك سيبي لي بنتي كمان. قالت له: "لأ، أنا هاتنازل لك عن كل حاجة، هامضي لك على كل حاجة، لكن بنتي لأ." البنت طبعًا في اللفة 3 شهور، شهرين ونُص، مضت بالفعل على كل حاجة، تنازل عن مؤخر، عن عزال، عن دنيا، عن كل حاجة، كل ما تملك كسِت طبعًا لها حقوق شرعية، مضت عليها واتنازلت عن كل حاجة، وخدت البنت في اللفة ورجعت تاني تبدأ قصتها الحقيقية بقى، القصة السودا تاني. أنا آسفة. الست الجميلة دي بتقول لي: "خلاص رجعت تاني بقى لحياتي." طبعًا الأب كان توفى، الأم طبعًا كبرت بقى عجّزت، والإخوات كل واحد في مصلحته، كل واحد في حاله، الإخوات الصبيان علّموا نَفْسهم وجوّزوا نَفْسهم، طبعًا ما حدّش بيسند حد، وأنتم عارفين الدنيا، كل واحد بيجري على حاله، كل واحد بيقول يالّا نَفْسي وولادي ودنيتي. بتقول لي: "خلاص كده أنا ما ليش حد." بدأت تشتغل، بدأت تربّي العروسة الجميلة بتاعتها، دلوقتي هي عروسة ما شاء الله، بتقول لي: "هي دي دنيتي وهي دي حياتي وهي دي كل حاجة ليّا في الدنيا." بس فعلًا المثل اللي هو بيقول: "بخت أمي سلِّفته لي، كان شوية زوّدته لي." دي حقيقة للأسف الشديد. المشكلة كمان إن إخواتي البنات نفس حظّهم، نفس حظ أمي برضه، ما فيش حاجة اتضبطت، ما فيش حاجة اتعدّلت. ربنا كريم وربنا كبير وربنا عظيم، والحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يدّيها الصحة ويعينها على حالها ويعيننا كلّنا على حالنا. عايزة أسمع رأيكم في الحكاية الجميلة، هي اتصرّفت صح لمّا اتطلّقت والّا يا ريتها كانت سمعت الكلام وعاشت برضه في الذل والإهانة عشان خاطر ولادها؟ الولدين مرميين برضه. التربية بتقول لي تربية مع مرات أبوهم بقى وحاجة كده مرار، والحمد لله إن أنا لسه كويسة وربنا يخلّي بنتي، بنتها عروسة جميلة ما شاء الله، ربنا يسعدها يا رب ويفرّحها، وندعي لها دعوة حلوة بقى في الكومنتات. أستنى أقراكم في الكومنتات الجميلة، دعوة حلوة، لايك وشير واشتراك للقناة، ضروري، ضروري، شُغلة وحكاية، حكايات من الواقع، حكايات من الحقيقة. إن شاء الله قناتي تكبر بوجود أحلى أخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.